الله يبارك لصاحبة الفكرة دي بجد، خطيرة. الزقي المعلقة على باب التلاجة قبل النوم وانتي هترتاحي. محدش هيصدق النتيجة. الزقي المعلقة على باب التلاجة، مش هتصدقي ايه اللي هيحصل لو علقتيها على باب التلاجة قبل النوم كل يوم. هنشوف الافكار مع بعض، مليان افكار ان شاء الله تعجبكم. بس اول حاجة هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واحلى تحية حب لاحلى متابعين. اتمنى تكونوا بخير. واول افكارنا النهاردة هنشوف مع بعض. لو عندك زيت استخدمتيه كذا مرة عايزة تصفيه، هنصفيه بالمنديل والمصفى كده. هنجيب منديل مطبخ والمصفى وهنصفيه كذا مرة، هتلاقيه معاكي بقى نضيف. جربيها ومش هتندمي. ازاي نطبق الفوط صح؟ خليها دايما نضيفة ومترتبة كده في الدولاب، مش كل شوية تقع. الفوط اللي بنشف بيها الجسم لازم تكون متطبقة صح. احنا بنطبقها كده عادة. تمام. هوريكي تطبيقها وتخزني صح ازاي بخطوة بسيطة جدا. لازم تكون الفوطة ناشفة كويس جدا قبل ما نحطها في الدولاب، وعشان ما تطلعش ريحة وبكتيريا طبعا. خلاص نطوي الشكل، الحتة اللي فيها الشكل. لو احنا بنحب الدولاب يكون متنظم وشكله شيك، وفر مكان تخلي شكل الدولاب شيك وانيق كده. شوفوا كده التانيات اللي انا عملتها وبالظبط كده. لو عايزينها اكبر ما تتنهاش تانية دي. ولازم كمان نغسل الفوط بانتظام، ويفضل مرة كل 3 أو 4 استخدامات كده نروح غاسلين الفوط. نضيف شوية خل ابيض دورة الغسالة عشان تعقم والريحة تبقى منعشة. وما تحطيش الفوط القديمة فوق الجديدة. دايما حط الفوط الجديدة فوق عشان الفوط القديمة ما تستهلكش على طول وتبوظ. يبقى يعني ايه، دي مرة ودي مرة كده يعني. تابعي الخطوات كده بالشكل ده، هتلاقي الفوط عندك نضيفة وريحتها دايما حلوة. بس بالشكل ده. وهنعمل كمان نفس الخطوة عشان تركزي في حركة الايد. كده عملنا حاجتين بنفس الشكل يعتبر. ودي كده تتنيها تانية كده بالشكل ده ونطبق كده. دي تطبيقة احسن فكرة التطبيقة. لو عندك ايه اطفال بيجيبوا من الدولاب بتاعهم، وبالذات الدولاب الاطفال، يا ريت تعمليها كده. احباب الله دول كل ما يجيبوا فوطه يروحوا موقعين الفوط كلها. فاعمليها كده لو انت حاطه لهم فوط في دولاب الاطفال، هما بيطلعوا بنفسهم. فدي احسن فوطه تستخدميها للاطفال بالشكل ده. لو وقعت حتى تطلعي تحطيها تاني. لكن اللي انا حطاهم على الجنب دول لفوط للكبار الكبار فقط. ودي نفس الفكره. دي اللي على الشمال دي للعرايس تمام. واللي عندها اطفال تعمل اللي احنا بنعمله ده بالشكل ده، ما تقعش مننا وتبقى براحتك بقى. انت تحطيها كده زي كيس بتكيسي كده كيس، تفضل معاكي بقى يعني مترتبه. ولادنا حبايبنا اللي بيوضبوا حاجاتهم اهم، ما يبادلوناش حاجه بالشكل ده. وفي طريقه كمان ممكن نطبق بيها، هنشوفها مع بعض. هتجيبي دي زي مثلث كده وتتنيه. يعني مش عارفه الكاميرا هتجيب ايه ولا ايه، بس بحاول معاكم اوريكم الفكره. وبتنيها وبقلبها كده بالشكل ده، تروح قلبها الناحيه التانية. تجيبيها الناحيه التانية ايوه بالشكل ده كده، ونفس الشكل اللي كان موجود الناحيه التانية قلبناها بس وبنلفها رول. ولما تكون الفوطه يعني اتخن، بس الفوطه دي رفيعه قوي فبتبقى شكلها اشيك من دي كمان. فدي بتاعت العرايس برضو. فالشمال اللي على الشمال دول بتوع العرايس، لكن اللي احنا عندنا اطفال خليكوا في اللي بتترمي دي. عارفينها اللي بتترمي دي واللي بتزين دولابها برضو بتحب تعمل فكرة الوزة اللي بتزين بها الدولاب. واللي على الشمال دول بيوقفوهم كده بيعملوا اكبر الطول بالطولها، والبشكير والحاجات دي بتبقى طويلة كده فبتقف
تدي شكل جميل للدولاب، للبنات اللي لسه بتجهز وداخله على جواز كده ودولابها يبقى شيك. اول يومين بس، وتاني يومين اعملوا بقى اللي انا عملته للاطفال ده. تريحوا دماغكم من اي حاجه بالشكل ده. بس دي مش فوطه، عايزه فوطه صغيره ماشي. وبتعملوا كده، بتلفي رول واكنك بتعملي مش عارفه اقول لكم ايه، تلفيها برضو كده بالشكل ده اهي. ودي بتبقى شكل ايه، الفوطه اللي بتزين بيها دولاب العروسه. لو عرفتوا الفوائد السحريه لقشر البصل اللي انت بترميه كل يوم، اكيد احنا بنعمل حاجات بالبصل وبنرمي قشر كل يوم، ما ترموش يا جماعه، القشر البصل خطير. تمام. قشر البصل اوعى ترميه. كل بيت طبعا بيقشر البصل وبنرمي القشر صح، بس النهارده هقولك قشر البصل ده كنز حقيقي، فوائده مش بس صحيه، دي ممكن تفيد بشرتك وشعرك وحتى النبات اللي في البيت او اللي في الجنينه عندك. القشر البصل غني بمضاد الاكسده وقوي جدا للكريستالين، ودي بتقلل الالتهابات وتقويه المناعه. تقدري تغلي القشر وتشربيه زي الشاي، بيساعد على تنظيف الجسم وتقليل من الكوليسترول. دي اول حاجه. خلاص. اول حاجه قشر البصل المغلي ممكن نستفاد منه ونستغله في هنحط دلوقتي الاول اقول لكم هتستفادوا منه ازاي للشعر كمان، تقويه الشعر. هنسمي ونصلي على الرسول. وهتجيبي قشر طبعا البصل. لو هتشربيه طبعا شيلي منه الحته اللي فوق دي، وبتغسليه كويس، تشطفيه طبعا من الميه عشان لو هتشربيه حلو جدا للقولون. لو هتشربيه تغليه وتشربيه بيخسس، بيساعد على تنظيف الجسم بيقلل الكوليسترول جدا. طيب نحط ميه مغليه على قشر البصل. وهنعمل فيه ايه؟ يا ايمان هنساعد اللي هو نسيبه ليله كامله بالميه المغليه كده، ونسيب البطرمان في مكان في اي مكان كده. وبعد تاني ليله هنشوف مع بعض هنعمل فيه ايه. لو شعرك بيتقصف وضعيف، الوصفه دي ليكي بجد، هتبقى وصفه خطيره. تاني ليله هتلاقي الميه اتغيرت معاكي. تمام. تغسلي بيه القشر البصل ده، اغسلي وشك بيه، هتفاجئي بجد قد ايه بشرتك نورت وبتشد، يعني زي ماسك طبيعي كده، بس هنضيف عليه حاجه تانية عشان تشد معاكي البشره تخليها قشطه كده. مش بس كده، هتقدري تستنفعي بالميه بتاعته، انك تسقي بيها الزرع وتغذيه ويمنع الحشرات، متجيش اي حشرات على الزرع بتاعك، وكمان بيقتل البكتيريا عند الزرع. خلينا في البشره بتاعتنا واللي هنستفاد منه. قلت لكم لو هتستخدميه تشربيه تخسيس وكده، البصل ممكن تضيفي عليه مثلا معلقه قرفه، معلقه عسل عشان تقدري تشربيه. لو هتستخدمي شعرك هتحطيه في التلاجة وفي بخاخ كده، وتقدري تستخدميه على الشعر المقصف والضعيف، هتلاقيه معاكي ما شاء الله قوي. وايه، دي معلقه نشا عشان البشره بتاعتنا تبقى نضره وجميله كده وبتشد. عارفين التجاعيد والحاجات دي، هتلاقي وشك نور وتشد كده معانا بمعلقه النشا. عشان زودت ميه بصل كتير فهحط شويه نشا كمان واقلبه ونضيفه بقى على تحطيه على بشرتك. تمام. وفي الاخر بتفركي كده البشره بالراحه، بس لازم تخلي بالك، في ناس بشرتها حساسه من اي حاجه، فلازم تجربه في منطقه كده صغيره. تمام. ومش لازم يعني اهو بشويه نشا بحاجه بسيطه، احفظيه في التلاجة، بجد فوائده خطيره بالذات للشعر والبشره وللنبات، يعني روعه. سيبيه بقى كده لمده 10 دقايق او ربع ساعه على البشره، بتغسليه تشوفي الفرق. الزقي المعلقة على باب التلاجة وانتي هتستريحي اخر راحة. والمعلقة دي واللزقة دي مش هتاخد منك دقيقة بس، وهتستريحي على طول. الناس اللي عندها اطفال وعندهم سنة او سنتين وبيشتكوا كل شوية من فتح التلاجة، دي هتسهل عليهم النهاردة الموضوع، وجينا نسهلها عليكم. تمام.
كل شوية يفتحوا لنا الباب ونقفله ونفتحه ويقفلوه طول النهار. فالمعلقة دي هتحللك الموضوع. لو عندك التلاجة زي ما انت شايفة كده بتفتح من فوق ومن تحت، فهتجيبي معلقة بالشكل ده وتلزقيها بلزقة، لزقة تكون قوية. تمام. اي طفل عنده سنة او سنتين او 3 كمان مش هيقدر يفتح باب التلاجة، بيكون قوي جدا. بالطريقة دي هتستريحي اخر راحة بجد من فتح التلاجة وقفلها. جربيها النهاردة وشاركي رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفكرة اعملي لايك واشتركي في القناة عشان توصلك كل الحيل الجديدة بإذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم. Like, comment, and subscribe.